الأغلبية كيحبسوا الحركة ديال الكتاف على مستوى الصدر حيتاش كيحسب لهم تما فين كيسالي التمرين، ولكن أبطال بريطانيا العظمى في العصر الذهبي عندهم رأي آخر. كيكملوا كيف العادة في الجاذبية كتموت. التمرين هو ريفرس اوفرهيد دامبلز لاترالز. السر في هذا التمرين هو قلبة اليد. ملي كتقلب يدك الفوق وكتدور في هذا الارك الواسع حتى كيتلاقاو الدمبل فوق راسك، تحط الكتف الامامي في تمدد اقصى ما يمكنش توصل له في التمارين العاديه. ما تقفلش الكوع ديالك ودائما هبط الوزن ببطء شديد. المقاومه هي الاساس، ولكن الا بغيتي تعزل هاد التفاصيل بلا ما تضحي بالمفاصل ديالك، ارنولد كينصحك بالالات في الماشين لاترالز. كتنسى يدك ولا المعصم ديالك وكتركز في حاجه واحده. خلي الديلتويدز هي اللي كتدفع على الماكينه من اول نقطه من جنب فخذك حتى الاعلى مدى حركي. هنا المقاومه ثابته وضد الجاذبيه في كل ثانيه. هذا المزج ما بين الالات والاوزان الحره هو اللي كيبني كتاف بزوايا متكامله ومنحوته.